السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنتعلم مهارة جديدة من مهارات الرياضيات. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نجمع ارقام كبيرة في ثواني. ده يعتبر من الخدع والالغاز الرياضية. هنفهمها وهنعرف ايه الفكرة في ان انا اجمع الارقام دي بسرعة. عندي ارقام 9325 و1423 و8576 2123 و7876. عايزين نجمع الارقام دي بسرعة. انا هجمعها بسرعة اللي هي بالطريقة اللي انا هعلمها لكم. هتكون ايه؟ هتكون عندي الاجابة 3، بعد كده 2 3 9 2. دي الاجابة عندي. تقدر تتأكد باستخدام الآلة او ممكن نجمع. هنتأكد من الاجابة باستخدام الآلة. 9 3 2 5 زائد 1 4 2 3 زائد 8 5 7 6 زائد 2 1 2 3 زائد 7 8 7 6. طلعت الإجابة 29323. زي ما طلعناها 29323. طيب ازاي بقى دلوقتي عايزين نفهم انا جبت الجمع ده بسرعة من غير ما امشي خطوة خطوة؟ لو حاولنا نعملها بالطريقة العادية هتاخد مننا وقت. طبعا انا جبتها في ثواني. هعلمكم الطريقة بس هنحاول برضو نجمع بالطريقة العادية بتاعتنا. عندي 5 و3 8، 8 و6 هيبقى 14، 14 و3 17، 17 و6 23. هيبقى هكتب التلاتة وفوق معايا الاتنين. بعد كده 2 زائد 2 4 وكمان 2 يبقى 6، 6 و7 13، 13 و2 يبقى 15، 15 ومعانا كمان 7 نحط عليهم 7 هيبقى كده 22. يبقى هنحط الاتنين ومعانا الاتنين. بعد كده 2 و3 5 و4 9 وهنا في 1 يبقى 10 و5 15 و8 يبقى كده 23. هننزل التلاتة ومعانا الاتنين. بعد كده عندي 9 و1 10 و2 12 و8 يبقى 20 و2 و7 29 و9 يبقى الإجابة 29. يبقى زي ما طلعناها 29323. طبعا بالطريقة العادية بتاخد وقت، احنا جبناها على طول أسرع من الآلة وتأكدنا كمان من الآلة. طيب الطريقة هتكون ازاي؟ انا عملتها ازاي بسرعة؟ اول حاجة انا كتبت 4 ارقام في الاول، دول مفهومش اي مشكلة، الاربع ارقام. بعد كده الاربع ارقام التانيين اللي انا كتبتهم، الرقم اللي بعدين اللي كتبته كملته للتسعة. يعني دي ارقام انا كتبتها بطريقة عشوائية، لكن الرقم اللي كتبته في السطر الثالث ده كان تكملة للعدد اللي قبليه عشان اوصله لتسعة. 3 و6 9، 2 و7 9، 4 و5 9، 1 و8 9. وهقولك برضو ليه انا وصلتهم للتسعة. طيب بعد كده الارقام دي برضو تتكتب بطريقة عشوائية. بعد كده الارقام اللي تحتيها برضو هنكتبها نكملها للتسعة. 3 و6 9، 2 و7 9، 1 و8 9، 2 و7 9. طيب انا ليه وصلتهم للتسعة وانا بكتب الارقام؟ عشان يبقى عندي هنا عندي 3 و6 9 وهنا 3 و6 9، 9 و9 18. ال18 دي فاضل لها كام وتوصل لل20؟ فاضل لها 2. فالاتنين دول هناخدهم من العدد الاول اللي هو الخمسة. يبقى 5 ناقص 2 يبقى يديني 3. بعد كده الاتنين بتترحل، اللي هي لو جمعت دول هيديني 22. فلا هتبقى كل مرة الاتنين بتترحل، نحط الاتنين ونرفع الاتنين اللي هي 20، 22. بعد كده برضو لما نجمع دول ندي 23. يعني كل مرة الاتنين دي بتترحل بنكتبها فوق ونحط في الاخر 2. انا دلوقتي بقى افهمك الطريقة انا جبتها ازاي. اول حاجة بنحط ارقام من عندنا، وليكن عندي 3354. ده اول رقم، ده بكتبه من عندي بطريقة عشوائية. بعد كده لو انت عايز تلعب لعبة كده رياضية مع اصحابك وتجيب الرقم الجمع بسرعة، هتعمل ايه؟ هتطلب من صاحبك ان هو يكتب 4 ارقام
بطريقة عشوائية برضو زي ما كتبنا الرقم الأول. هيكتب لك مثلا 3 2 1 4، أي 4 أرقام. هتروح انت كمان كاتب 4 أرقام، بس انت بقى مش بتكتبها بطريقة عشوائية، بس هتكتبها ايه، احنا عايزين نوصل الأرقام اللي هو كتبها دي للتسعة. التلاتة فاضل لها كام؟ فاضل لها 6. الاتنين فاضل لها كام وتوصل للتسعة؟ فاضل لها 7. الواحد فاضل له 8. الأربعة فاضل لها 5. بعد كده هتطلب من صاحبك يكتب برضو 4 أرقام بطريقة عشوائية. هيكتب مثلا 2 5 5 6، أي رقم. احنا بقى لما بتيجي انت تكتب الأرقام بتكتبها عشان نوصلها للتسعة. الاتنين فاضل لها 7. الخمسة فاضل لها 4. هنا 5 فاضل لها 4. 6 فاضل لها 3. كده كتبنا الأرقام. دلوقتي هتقوله أقدر أجمع بطريقة سريعة ازاي. الرقم الأول ده هنعمل فيه ايه؟ هنطرح منه 2، هيبقى 4 ناقص 2 2. طب ليه احنا بنطرح منه 2؟ قلنا عشان احنا جمعنا دول، لو جمعنا دول 3 زائد 6 9، وهنا 2 و7 9. 9 و9 18. قلنا ال18 دول فاضل لهم كام وتوصل لل20؟ فاضل لها 2، فبناخد الاتنين دي من رقم الآحاد. يبقى الأربعة خدنا منها 2، نزلت 2. بعد كده نكمل الأرقام زي ما هي. عندي 5، بعد كده 3، بعد كده 3، وبنحط 2 في الآخر. تمام كده. طبعا عملتها بطريقة سريعة جدا من غير ما نستخدم الآلة. طيب قول لصاحبك بقى اتأكد كده من الإجابة بالآلة. هيعمل 3 3 5 4 زائد 4 1 2 3 زائد 5 8 7 6 زائد 6 5 5 2 زائد 3 4 4 7 هتساوي 23,352 زي ما طلعناها بأسرع طريقة من غير ما نجمع خطوة خطوة ولا حاجة. دي طريقة جميلة، يعتبر كده لعبة رياضية سهلة تلعب بها مع أصحابك، وتقدر تفهمهم بقى ان انت عبقري وبتقدر تجمع الأرقام الكبيرة بطريقة سهلة وسريعة في ثواني من غير ما تستخدم الآلة. طبعا انت دلوقتي فهمت الطريقة، هناخد كمان مثال عشان تتأكد برضو من الطريقة. قلنا في البداية هنكتب أي رقم عشوائي، وليكن 8 2 4 3. بعد كده قلنا نعمل ايه، هتطلب من صاحبك يحط برضو 4 أرقام بطريقة عشوائية. هيكتب لك مثلا 2 3 2 1، أي 4 أرقام. بعد كده طريقتك انت، ان انت عشان تكتب الرقم اللي عليه الدور هتكمل الرقم اللي صاحبك كتبه للتسعة. الاتنين فاضل لها 7، 3 فاضل لها 6، الاتنين فاضل لها 7، الواحد فاضل له 8. بعد كده اللي عليه الدور صاحبك يكتب 4 أرقام بطريقة عشوائية. هيكتب مثلا 3 5 4 1. يبقى كده انت دلوقتي اللي عليك الدور تكتب. هتكتب طبعا انت فاهم انت بتعمل ايه. احنا بنكمل الارقام اللي هو كتبها للتسعة. تقول له ماشي انا هكتب 6. إيه انت كتبت 5 انا هكتب 4. انت كتب 4 انا هكتب 5. انت كتب 1 انا هكتب 8. نشد خط وتقول له اجمع بسرعة يلا. هعمل ايه، هيبقى عندي 6 2 4 3 2. دي كده ناتج الجمع. ادي ناتج الجمع في ثواني اسرع من الآلة. هتطلب من صاحبك بقى يتأكد من اللي انت جبته باستخدام الآلة. هنكتب دلوقتي 3 4 2 8 زائد 1 2 3 2 زائد 8 7 6 7 زائد 1 4 5 3 زائد 8 5 4 6 هتساوي 23,426 زي ما طلعناها أسرع من الآلة. يبقى كده احنا عملنا ايه، الرقم الآحاد طرحنا منه 2، 8 ناقص 2 6. بعد كده كتبنا بقية الأرقام زي ما هي، 2 4 3، وفي الآخر حطينا الاتنين. قلنا ليه بنطرح من الرقم الأول 2؟ عشان أنا عندي 2 و7 9، و3 و6 9. كده عندي 9 و9 18. قلنا ال18 دي فاضل لها كام وتوصل لل20؟ فاضل لها 2.
يبقى كده الاتنين دي بناخدها من رقم الأحاد. التمانية هناخد منها اتنين تبقى 6. بعد كده بنكمل الأرقام زي ما هي وبنحط في الآخر 2. يبقى كده اتعلمنا الطريقة. يا رب تكونوا فهمتوا الطريقة واستفدتوا من الشرح، وكده يكون انتهت مهارة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح والطريقة عجبتكم. لو استفدت متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك إشعار كل ما انزل فيديو جديد. شكرا ليكم، مع السلامة.